السلام عليكم. هو الاهلي فيه ايه؟ فيه ايه المشكله؟ انا حاسس النهارده بعيدا عن ان احنا كسبنا يعني ال... انا حاسس بالمشكله. انا حاسس ان في حاجه مش طبيعيه في النادي الاهلي، في حاجه مش مفهومه في اللي هو ايه. كمل بس معايا للاخر، كمل معايا الفيديو للاخر وانا هفهمك ايه اللي انا عايز اقوله لك. هتقول لي هيطلع واحد يقول لي يا عم انت طالع تقول في سلبيات، ده انت كسبان 4-0. يعني انت المفروض تفرح وبتاع، ما تنكدش علينا. لا، انا بتكلم دلوقتي بطريقه فنيه، احنا عايزين نتكلم في فنيات، عايزين نتكلم في حاجه كويسه. ما تنساقش ورا المشاعر وتنسى العقل وتنسى الكلام اللي بجد. يعني انا شايف النهارده في عدم تناسق كده في الملعب، مش مبرر. يعني دلوقتي انا شايف ان مفيش كوره ده بتكلم دلوقتي، احنا هنقسم الماتش على حتتين: حته قبل نزول البدله وحته بعد نزول البدله. فاهم انت؟ هنقسمها حتتين، الشوط الاول والشوط التاني. الشوط الاول انا كنت شايف ان مفيش ولا كوره بتتلعب مع صح. يعني الكور ما كانتش بتتلعب صح ازاي؟ مفيش واحد اتنين، مفيش وان تو، مفيش جمله متحفظه، مفيش. فاهم انت الكلام فاهم اللي انا عايز اقوله؟ حتى هتلاقي اللعيبه كانت النهارده بتعمل ايه. اللعيبه كانت النهارده تاخد الكوره تفضل تجري بيها كتير قوي، تحنكش بيها في الملعب، زي مثلا رضا سليم كانت تستغل سرعاته، بتاع بيرسي تاو يستغل سرعته، وتلاقيهم وامام عاشور وكده، وتلاقيهم في الاخر خدوا فاول. بيطولوا في الكوره جدا ليه؟ مفيش حلول قدامهم، تلاقيهم واقفين على الكوره كتير. لا، بداوا هم اللي بيحاولوا بيلعبوا بنفسهم، بيلعبوا لوحديهم، بيستغل كل واحد بمهارته. بقى انت شوف انت عايز تعمل ايه. لكن ان انت تحفظ اللعيبه، انت تلعب لده وبتاع، ويبقى في مثلثات انت شايف ان هي بتشتغل في الملعب، ده انا ما شفتوش النهارده. ده بكلمك لسه على الشوط الاول، انا لسه ما بداتش في الشوط الثاني. وكنت حاسس ان بيرسي تاو النهارده ادى ماتش حلو جدا. الشوط الاول شفت بيرسي تاو كان عامل ازاي؟ بيرسي تاو كان تحس ان في صابونه في رجله، برضه عشان كان كل ما يمسك الكوره ما يلاقيش حد يلعب له. مودست النهارده كان يعني زباله، وهنروح لحته مودست دي، بس استنى. بيرسي تاو كان كل ما يجيله الكوره ما يلاقيش حل ان هو يلعب، يروح مثلا يفضل يرقص، يحاول يجري بتاع، يروح واخد فاول. فتحس النهارده كان في صابونه في رجل بيرسي تاو، كان يقع كتير عشان ياخد فاولات. الفريق ما فيهوش كرة متحفظة، الفريق ما فيهوش حتة جمل، ما فيش جمل تكتيكية مظبوطة. كولر ما بدأش الماتش بالتوليفة الصح، ما بدأش الماتش بالخطة المظبوطة. انا حاسس ان في لعيبه في النادي الاهلي لسه ما تاقلمتش على الاجواء، لسه في لعيبه في النادي الاهلي لسه ما تاقلمتش على جو النادي الاهلي. انا حاسس ان النهارده حتى الجون الاول، يعني انت لو دلوقتي خدت بالك من الجون الاول هتلاقيه ايه؟ امام هي كانت الكره مدربكه اساسا ولعبكه كتير في الكوره، بس هو امام بحرفنه بحته كده فنيه، راح خدها الكوره ايه، لعبها كده سبعه، وراح ايه، رضا سليم راح شاطها. الجون الاول ما فيهوش اي فنيات، هي كره اساسا ملعبكه. تمام. وانا حاسس ان امام عاشور، يعني مش عارف امام عاشور هو العيب، هو لسه ما تاقلمش، ولا هو كان لسه الفرقه مش مظبوطه الشوط الاول. في حاجه في امام عاشور، في كل ما ياخد الكره تلاقيه بيجري كتير. كل ما بياخد الكره مفيش. انا عايز ايه؟ روح التعاونيه اللي كانت في الشوط الثاني. لو خدت بالك في الشوط الثاني بعد ما التغييرات نزلت، زي الموسم الاول، في كره واحد اتنين رايح جاي، وفي مثلثات، في كره بتروح فجاه، انت الكره من كام رجل بتلاقيها وصلت فعلا لحد الجون هناك. في كذا كوره، زي كوره عبد القادر ومعلول مثلا، الواحد اتنين اللي كانوا بيلعبوا مع بعض، الحته دي مش شايفها مع رضا سليم. ولو نسيت اللايك طبعا ما تنساش انزل اعمله بسرعه كده في السريع. نروح لمودست النهارده كان لابس تقريبا فردتين ستارز شمال. الكره الاولانيه اول كره شاطها في اللقاء دي، الكره نازله على رجلك والحارس مش موجود في الجون. الكره دي المفروض يعني تلزق الشبكه، فجاه راح شاطها كده، شاطها بالرباط بتاع الجزمه. طبعا الكرة طبعا بقى ضحك، كرة ضحك، راحت وقعت طبعا، الحارس مسكها بس خلاص الكرة راحت. وبعدين مودست الكرة التانية راح، الكرة جاية له قدام الجون انفراد، مفيش غيرك انت والجون. طبعا ولا تركن ولا تلعب تشيب ولا تعمل اي حاجه، لا تشوطها في رجل محمود جاد اللي لعب ماتش كويس قوي النهارده، بس الحظ ما حالفوش يعني، وقع تحت بيرسي تاو كذا مره. فاهم انت؟ موديست النهارده وعمل فاول كان هيبقى ضربة جزاء من على حدود ال 18. ما شفتش موديست لعب كوره صح النهارده، انا كنت قاعد مخنوق، ما فيش ولا باصه ولا اسيست صح ولا موديست النهارده ما شفتوش. هتقول لي طبعا يا عم انت هتقيمه من اول ماتش ليه وبتاع انت شفتش حتى فلافيو ده قعد موسم كامل لحد ما اتأقلم على الفريق وبتاع. هقول لك موسم ايه اللي كامل اللي اتأقلم على الفريق؟
فيلافيو كان جاي عشان يقعد كذا موسم، ده هو جاي هو موسم واحد، ده مش جاي يقعد مواسم. موديست جاي، احنا جايبين لعيب فينيشر، لعيب يخلص قدام الجون، لعيب من انصاف الفرص يجيب اجوان. احنا مش جايبين لعيب نطبطب عليه، فاهم انت الكلام؟ احنا جايبين لعيب هو هيقعد موسم وهيغور في داهيه. ما تعذبوناش بقى، ما يبقاش انا قاعد مخنوق كده من لعيب احنا جايبينه عشان اساسا يجيب اجوان. وشكلك يلا موديست على فكره مش فرنسي، شكلك على فكره انت ما كنتش بتاكل كرواسون معاهم، يا اما انت من عابدين وجايبينك عشان يعملوا الشو بقى بتاع فرنسي وبتاع ومش فرنسي وبتاع والماكينات الالمانيه اللي انت كنت فيها، انت جايبينك الشو ده وبتاع والشغل ده عشان موضوع المهاجم اتاخر شويه، فهم قال لك بس احنا هنجيب واحد كده نقول عليه لعيب فرنسي وبتاع والفيديوهات دي متفبركه، ما لهاش حل. ما اللي انا شفته القرف اللي انت عملته ده ما يقولش ان انت لعيب فرنسي اصلا. عايزك انت بقى تقول لي كده في الكومنتات، لو انت يعني تنزل في الكومنتات كده تقول رايك، هل اللعيبه اللي جت الصفقات بتاعت النادي الاهلي اللي جت دي ايجابيه ولا سلبيه؟ هل اللعيبه دي كويسه ولا وحشه؟ هل اللعيبه دي هتبقى اضافه ولا ممكن توقع مستوى الفريق؟ انت اللي هتقول الكلام ده مش انا، عشان انا شايف ان لسه اللعيبه ما اتاقلمتش على الموضوع، ولسه هياخد على الاقل ماتشين ثلاثه الموضوع. فانا عايزك انت تقول هل الموضوع ده فعلا صح ولا اللعيبه دي مش هتتاقلم وهي المشكله في اللعيبه ذات نفسها. حسين السيد النهارده، وحسين السيد احنا عايزين نتكلم على حسين السيد. حسين السيد النهارده عمل ماتش خرافه. حسين السيد عمل ماتش النهارده كبير ليه بقى؟ برضه هنرجع لرعونه اللعيبه في الشوط الاول. رعونه اللعيبه، انت شفت الكره اللي موديست كان لو كان لعبها البيرسي تاو دي، كان لو كان لعبها بيناه صح، الواد رجليه مش قادره تشيله، بيباص الكره ما وصلتش، حسين السيد راح اتزحلق جابها. تمام. وانت بتلعب مع فرقه المفروض ان انت واخد طرد من الدقيقه 53، فكان لازم ان انت تكسب كده يعني. انا مش متخيل حاجه ان احنا كنا نكسب 2-0 ولا حاجه، انا كنت متخيل عادي ان احنا نكسب 4 5 فيهاش حاجه. هو ده اللي انا متوقعه من النادي الاهلي. ما تقوليش مثلا احنا كسبانين 4 وبتاع وتشوف ان يا عم ماشي ماشي، بس هو عشان هي كانت مجريات الماتش بتقول كده، ما فرقه مطرود منها لاعب في الدقيقه 53، يعني انت بتلعب يعتبر شوط كامل في بفرقه ناقصه لاعب. وطبعا انت اساسا جايب صفقات ناريه، وانت فريق اساسا كل مركز عندك خرافه، كل مركز عندك فيه لعيب تقيل، وبقوا لاعبين تقال ما عدا طبعا الباك الشمالي اللي ما فيش غير علي معلول، واحنا مش لاقيين له حل. وعايزين طبعا، انا بتكلم دلوقتي ان عشان نلاقي حل للحوار ده. فطبعا حسين السيد النهارده لعب ماتش يعتبر كان عمال اللعيبه بتاعت النادي الاهلي بتلعب باصات معفنه، فحسين السيد النهارده كان بياكل على قفانا عيش، كل على قفانا عيش بما فيه الكفايه. قعد النهارده يقطع في الكور يقطع في الكور، ولعب كام كوره حلوين. ممكن حسين السيد دلوقتي انا ما اعرفش، انا سبت الماتش ده بقى، والحكم صفر في الدقيقه 94 وكان مدي 6 دقائق، طبعا بيدي رأفه كده للعيبه. فطبعا ممكن حسين السيد ياخد نجم المباراه عادي جدا يعني، اما لا، بس انا شايف ان بيرسي تاو هو اللي المفروض ياخد الجائزه، مش حسين السيد. بس حسين السيد لعب ماتش جامد جدا. لازم بقى نجيب سيره تاو يا جدعان، ليو تاو بجد. بيرسي تاو يا جماعه النهارده عامل ماتش خرافه. بيرسي تاو النهارده عامل ماتش حلو جدا، بس لما لقى ايه بقى؟ لما لقى الكور النضيفه، الكور الصح، لما جاله كوره مظبوطه من امام عاشور، بصراحه اسيست حلوه جدا. جاله الكوره في حتته بقى، الحته اللي هي شبه بتاعت محمد صلاح دي، اللي هي اقطم وشوط اقطم وشوط، هي الحته دي بتاعت بيرسي تاو. بيرسي تاو شاطر جدا في الحته دي، جاله الكوره مظبوط على عدلته والدنيا تمام، هتلاقي بيرسي تاو في حته تانية. شفت في الشوط الاول لما كان بيجي له الكوره مش مظبوطه ومفيش حد يلعب معاه ومفيش حد يسند معاه، هتلاقي بيرسي تاو خرب الدنيا وبيواصي غلط وبتاع وبيقع وبيجيب لك فاولات بس، والكور بتتقطع منه. فهو لازم اي لعيب في الدنيا اساسا لازم يبقى معاه مسانده. بس كده. شوف انت بقى يعني، اكتب لي رايك انت بقى في الكومنتات عن الماتش ده. وانا معلش يعني انا عارف ان انتوا فرحانين طبعا بال4 0 وبتاع وكل حاجه، بس انا بتكلم في الفنيات، بتكلم في الحاجات اللي انا شايفها ومحتاجه تتطور في النادي الاهلي. بس كده. ما تنساش بقى تعمل اللايك والسبسكرايب وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.